ازيكم عاملين ايه؟ وصفتنا النهاردة سهلة وسريعة تتقدم مع حلويات العيد. هنعمل شوكولاتة بحشوة خطيرة من غير فرن ولا بيض ولا سمنة، طعمها احلى من الجاتو. يلا نسمي الله ونشوف عملناها ازاي. هحتاج 300 جرام من البسكوت، اي نوع بسكوت عندك. بسكوت الشاي العادي. هكسر البسكوت بالشكل دوت قطع صغيرة، ممكن تطحنوه وتنعموه، بس انا بحب يكون فيه قطع صغيرة كده من البسكوت، بتبقى ليها قرشة كده حلوة وانت بتاكليه، تبقى طعمها خطير قوي. خلاص كده كسرنا البسكوت وبقى بالشكل ده. تاني حاجة هنحضرها هي السوداني. عندي 200 جرام من السوداني المحمص، هحطهم في كيس واكسرهم بأي أداة. أي أداة عندي كسري بيها، المهم إنهم يتكسروا لقطع صغيرة. بلاش المطحنة بتاعة الخلاط لأنها هتنعمها قوي. تقدروا تستخدموا أي نوع من المكسرات غير السوداني، زي مثلا لوز أو بندق فستق اللي انتوا عاوزينه والمتاح عندكم. تمام. وممكن كمان تستغنوا عن السوداني خالص والمكسرات خالص، مفيش مشكلة. كده خلاص. السوداني بقى جاهز معايا، وده شكله بيبقى مجروش بالشكل ده. اهم حاجة في المكسرات انها تكون ريحتها كويسة، مش مركونة وليها ريحة كده مزنخة. السوداني ده انا هستخدمه على مرتين، هنشوف واحنا شغالين. حضرت حلة هحط فيها 100 جرام سكر، 4 معالق كبار كاكاو، وانا استخدمت كاكاو خام دريم. نقلبهم مع بعض، وبعد كده هضيف 300 جرام من اللبن او الحليب، الاتنين واحد. ظرف من الفانيليا، ونقلب المكونات كده مع بعضها على البارد، وبعد كده نرفعهم على نار متوسطة علشان يتحول الخليط ده لشوكولاتة، مع التقليب طبعا لغاية لما الخليط يتقل معانا. يعني اول ما تلاقيه عمل فقاعات بالشكل ده، بضيف له بقى على طول نص كمية السوداني، حوالي 100 جرام. السوداني بيدي طعم حلو مميز كده للشوكولاتة بتاعتنا. وبعد كده بنطفي النار على طول، هناخده ونحطه على البسكوت ونقلب لغاية لما يختلطوا كويس قوي. هقلب الأول بالمعلقة، وبعد كده بإيديا علشان كل حتة في البسكوت يكون عليها شوكولاتة وتبقى متماسكة. تقدري تشكليها بقى أي شكل انت عاوزاه. لو لقيتيها لسه مفرفتة كده، زوديها شوية حليب بارد عادي خالص، ولمي كده فيها لغاية لما تبقى متماسكة بالشكل ده. فردت ورقة زبدة على الرخامة وحطيت فوقها خليط البسكوت، وبعد كده حطيت ورقة زبدة كمان فوق منها، وابتديت اساوي البسكوت كده بالنشابة من فوق ورقة الزبدة زي ما انتوا شايفين كده. بس للأسف الكاميرا فصلت وانا بفرد ورقة الزبدة، فاللقطة دي ما اتصورتش. المهم يعني ان انا حطيت ورقة زبدة تحت، وبعد كده حطيت عجينة البسكوت وفردتها شوية كده بإيدي، وبعد كده حطيت عليها ورقة زبدة كمان، وبعد كده بنفردها بقى بالنشابة وبنسويها كويس. مش موجودة عندك ورق زبدة، تقدري تستخدمي أكياس تلاجة. أي كيس عندك ينفع، مفيش مشكلة. بفردها بقى وبسويها كويس قوي علشان تبقى كلها سمك واحد. بعد كده بجيب سكينة وابتدي كده اساوي الحروف بيها، والزيادات اللي بتطلع دي انا مش برميها، انا برجع تاني افردها تاني، واعملها بقى مربعات او صوابع او اعملها كور صغيرة. المهم ان انا بستخدمها تاني، مفيش حاجة بتترمي. بالسكينة بقى هقطع بالحجم اللي انت عاوزاه، وكمان السمك اللي انت عاوزاه. تقدري تقطعيها مربعات صغيرة، كبيرة، مستطيلات، صوابع. الشكل والتقطيعة والحجم اللي انت عاوزاه قطعي بيها. انا دلوقتي قطعتها بالشكل دوت. هو طبعا يعني الحجم كبير شوية، كان ممكن نصغر عن كده، وكمان لما بتصغري عن كده بتديكي كمية اكبر. تمام. بس انا قطعتها بالحجم دوت وكان برضو كويس مش وحش. خلاص. تعالوا بقى نركن ده على جنب دلوقتي، وتعالوا نجهز الشوكولاتة بتاعتنا. هتستخدمي اي نوع شوكولاتة انت بتحبيه. انا استخدمت نوعين من الشوكولاتة. استخدمت شوكولاتة خام حوالي 200 جرام، هكسرها بالشكل دوت علشان نقدر نسيحها بسرعة وما تاخدش وقت معانا في التسييح. واستخدمت كمان شوكولاتة بالحليب حوالي 150 جرام. هو قالب بيبقى 200 جرام، بس كان ناقص معايا حوالي 50 جرام. بكسره قطع صغيرة بنفس الطريقة بالشكل دوت،
وكده خلاص كسرنا الشوكولاتة القطع الصغيرة. هاخدها بقى واحطها في كيس تلاجة، كيس عادي خالص، واربط عليها كويس، وهدخلها في كيس تاني بالشكل دوت علشان اضمن ان مفيش مية هتوصل لها. حضرت بقى بولة حطيت فيها كيس الشوكولاتة، وهنزل عليها بمية سخنة، سخنة جدا بس مش مغلية. حطيت المية على الشوكولاتة بالشكل دوت علشان الشوكولاتة تدوب معايا بسرعة. هحط بس فوقها حاجة تتقلها علشان كيس الشوكولاتة ما يعومش كده على وش المية. حطيت انا كوباية بالشكل ده. بعد كده ببتدي اقلب الكيس على كل جنب في المية علشان الشوكولاتة تسيح من كل ناحية. دي طريقة تدوبي بيها الشوكولاتة. في طرق تانية زي انك مثلا تحطيها في بولة وتحطيها على حمام مية، على مية بتغلي، وتفضلي كده تقلبي فيها لحد لما الشوكولاتة تدوب، او ممكن تحطيها في الميكروويف هتسيح لوحدها دقيقتين 3 كده، هتلاقيها ساحت وبقت جميلة. الشوكولاتة دابت اهي في الكيس زي ما انتوا شايفين. ننشف بس الكيس من المية اللي عليه، وبعد كده بنفتحه بالمقص ونفضي الشوكولاتة في بولة زي ما انتوا شايفين كده اهي سايحة خالص. بعد كده بحط عليها 30 جرام زيت، حوالي 4 معالق كبار زيت، ونقلبها لغاية لما الشوكولاتة تندمج، لغاية لما الشوكولاتة تندمج مع الزيت وتنعم وتبقى بالشكل ده. شايفين شكلها ناعمة خالص اهيت وسايلة وفي منتهى الجمال. هضيف عليها بقى باقي السوداني حوالي 100 جرام، ونقلبهم مع بعض كويس جدا، وكده الشوكولاتة بقت جاهزة معايا. تقدروا طبعا تستغنوا عن السوداني لو مش حابينه، بس هو بيدي شكل وطعم مميز كده للشوكولاتة، بيخليها كده طعمها حلو جدا، ليها قرشة كده وطعم حلو. هاخد بقى قطعة بسكوت من اللي احنا مقطعينه دوت، بصوا شكلها متماسكة وجميلة خالص. هغطيها هغطسها في الشوكولاتة، وبمساعدة بقى الشوكة والمعلقة بخرجها، وبنخبط الشوكة كده خبطتين على البولة علشان انزل الزيادات. وبعد كده هاخدها واحطها على ورقة الزبدة، او ممكن على كيس بلاستيك. شايفين شكل البسكوت، قطع متماسكة مش مفرولة خالص. زي ما قلتلك حابة تصغري الحجم عن كده ده في ايدك وبراحتك. انا عن نفسي شايفة ان لو كانت اصغر من كده كانت بقت افضل، وكمان هتديكي كمية اكبر. شكلها جميل، ماسكة نفسها، السوداني اللي عليها مديها شكل حلو جدا. تقدروا تسيبوها بره التلاجة مش هتسيح ولا هيجرى لها حاجة خالص. شكلت كام واحدة كده كور من الزيادات اللي احنا كنا مطلعينها واحنا بنساوي عجينة البسكوت. طبعا الكمية اللي انا عملتها دي مش كل الكمية، الباقي هكمله انا بعدين. بسيبها بس كده على ورقة الزبدة دي لغاية لما الشوكولاتة تمسك نفسها شوية، وخلاص كده ده بقى شكلها النهائي. بجد تحفة، طعمها حلو قوي، تحسوا كده انكم بتاكلوا جاتوه، وما اخدتش وقت معانا خالص. شوكولاتة سهلة وسريعة وطعمها خيال. زي ما انتم شايفين لونها حلو جدا، غير بقى انها مغذية جدا. انتوا عارفين لو اشتريتوا دي من بره هتشتروها بالشيء الفلاني، لكن لما بتعملوها في البيت تبقى حاجة نظيفة وطعمها حلو وموفرة. شايفينها من جوه عاملة ازاي، في منتهى الجمال. الحشوة بتاعتها ناعمة كده وليها قرشة كده حلوة من السوداني والبسكوت اللي جواها. وطبعا يعني الحاجة اللي بتعمليها في البيت بتبقى حاجة مميزة كده، وبتبقي مبسوطة انك عملتي حاجة في البيت مش شاريها من بره. بجد ولادك هيحبوها جدا، طعمها تحفة، كأنك بتاكلي جاتو احلى كمان. جربوها وان شاء الله هتعجبكم. كده الوصفة بتاعتنا خلصت، اتمنى يا رب تكون عجبتكم. لو عجبتكم وصفة النهاردة ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، واشوفكم على خير في فيديو جديد. مع السلامة.